هلو يا حلوين، قاعده كده رش سبلاش عشان انا بحب دايما ريحتي تبقى حلوه طول ما انا قاعده في البيت. ببص كده لقيت السبلاش خلص، قلت ايه ده؟ ليه كده؟ ليه الصدمه دي؟ قلت لا، انا كده لازم اجيب سبلاش وفي نفس الوقت يبقى سعره كويس. طب اشوف معايا كام، واتصدمت من اللي معايا. مش هينفع كده، انا عايزه كده بقى منتجات يبقى حلوه وفي نفس الوقت سعرها كويس، واجيب شويه حاجات تانية كمان تخلي ريحتي حلوه كده. ويا سلام بقى لو بالمره انزل اعمل باديكير، هجيب الفلوس دي كلها منين؟ قلت لازم افكر في حد يحل لي المعادله دي. على طول فكرت في جروب روز جيرلز. اسماء عامله شويه عظمه، تعالوا بقى اما اوريكم. جبت من عندها شويه سبلاشات بالروايح اللي انا بحبها وباسعار تجنن. تعالوا بقى لما نخلي ريحتنا حلوه ونتبسط وباسعار قليله. اول واحد ده في قلبي، ده ريحه رمان، سبلاش بالرمان. وانا بعشق السبلاشات اللي بروايح الفواكه كلها. ده بقى لما بترشيه كده بتحسي بشويه انتعاش مش طبيعي. طبعا يا جماعه انا بحب السبلاشات جدا، بخلصها طول ما انا قاعده كده ارش تش تش تش، بتبسط جدا. ده كان تحفه، فبجد لازم تجربوا من عندها السبلاشات. ده بقى كان تاني واحد، ده بقى اولمبيا. ندخل بقى على السبلاشات اللي بروايح البرفانات. ده كان يجنن. انا بحب الروايح جدا، وخصوصا بقى لو سبلاش اقدر احطه على بشرتي عادي. ده بقى كان الاكبر شويه. عايزه اقول لكم ان اولمبيا عندها فظيع وهو معمول سبلاش. فانت كده ريحتك الاولانيه كانت رمان، نيجي بقى التاني كان اولمبيا. ده بقى حاجه اسمها فروت سكسي. بصوا يا جماعه، انتوا مش عايزه اقول لكم يعني ده عامل ازاي. ده بقى حاجه كده هاديه منعشه تجنن. التلات سبلاشات احلى من بعض، طبعا عندها روايح كتير، والاهم من كل ده ان السعر على قد الايد وحلو جدا، وثبات السبلاشات يجنن، وروايحها ثابته ونفاذه كده، وتحسي ان انت فعلا حاطه سبلاش. وخصوصا يا جماعه الرمان، انا بحب الرمان قوي. بجد السبلاشات عجبتني جدا. نكمل بقى، عندها شويه روايح عامله مخمريه. بصوا بقى، انا هحكي لكم تجربتي مع المخمريه دي. المخمريه دي بيربري هير، تمام. اقسم بالله العظيم المخمريه دي انا حطيتها اول مره، حطيت منها ودخلت اغسل المواعين. وبعد ما غسلت المواعين، وانتوا عارفين يعني ايه مواعين، طلعت لقيت اللي انا حطاه في ايدي بنفس الريحه مش راضيه يطلع. طب يا جماعه، طب ايه؟ طب خلاص هو لزق كده. المخمريه دي بتلزق، فظيعه، ريحتها ثابته وتجنن، وبتخلي ريحتك اللي هو ريحه المكان كلها زيك. واصلا بيربري هير فظيع كلنا عارفين يعني. نيجي بعد كده بقى، هي كملت لنا كل النعومه والحلويات. ودي زبده للجسم طبعا زي ما انتم شايفين، لونها بينك كده. ريحتها بقى بالنسبة لي أنا ميكس كده ما بين شوية برفانات على شوية فواكه. ادتني كده ميكس ريحة عاملة زي الكاندي مخلوطة بحاجة تانية، بس بتدي نعومة للجسم فظيعة. بس لسه هنستخدمها في حاجة مهمة، مش دلوقتي، استنوا لآخر الفيديو هقولكم هعمل بيها ايه. أسماء ما بطلتش بقى حاجات حلوة، قالت لنا تعمل لنا شوية ليب جلوس. بعتالي الالوان اللي انا بحبها، وتعالوا كده نجرب ونشوف الالوان الحلوه دي. بصوا يا جماعه، الليب جلوس عندها قبل ما نبدا ونشوف الالوان، طعمه يجنن، طعمه بجد فظيع، طعمه يجنن وريحته فظيعه. فاحب اقول لكم ان اول حاجه، ده كان اول لون. انا بحب قوي درجات البنيات، بتبسطني. ريحته فظيعه وطعمه فظيع، يعني ما هو اكيد الليب جلوس غصب عننا بتلاقينا كده بناكله. فعايزه اقول لكم ان ريحته تجنن، وطعمه قصدي ولونه يجنن. تحفه. الدرجه دي عجبتني جدا جدا، وتحسوا كده ان هو بيديكي نعومه كده لشفايفك. ده حلو قوي قوي ومناسب لالوان الشتاء. الدرجه التانية دي بقى من اكتر الدرجات اللي بحبها، اللي هي بينك بس في نفس الوقت هادي، فبيديكي الميكس اللي هو انت حاطه ومش حاطه، عارفين ده حلو قوي. عجبني جدا جدا جدا. الدرجه دي يا جماعه لو بتفكروا تجيبوا منها ليب جلوس لازم تجيبوها، حلو قوي قوي قوي، وكلهم طعمهم وريحتهم حلوه جدا. نيجي بقى على الدرجه اللي بعد كده، قالت بقى ايه، تدينا حته كده بنيات للشتاء. ده كان لايق جدا بقى مع الميك اب اللي انا حطاه. ده لونه فظيع، اداني كده حته كافيه شويه، بس في نفس الوقت الليب جلوس يا جماعه فظيع. وده بقى كان لايق جدا زي ما قلت لكم كده مع الميك اب اللي انا عاملاه، فاتبسطت منه جدا، والوانه حلوه قوي قوي قوي. نيجي بقى على اخر لون، وده اللي اكتر حاجه بحبها، اللي مدي على احمر شويه، وهو الدرجه بتاعت يعني الاحمر بس اهدى شويه من الاحمر. ده فظيع بقى. ده ثبت معايا بقى لاخر الفيديو، حبيت بقى ان انا اكمل بيه. حلو قوي، وكل واحد كنت بجربه كنت بحس ان انا عايزه اكله من حلاوته ومن ريحته ومن طعمته. ريحتهم وطعمهم يجنن يا جماعه، بجد بجد ريحتهم فظيعه. نيجي بقى على اخر حاجه اسماء عملتها لنا، وهي ايه؟ وهي حاجه
للباديكير. هتعملي باديكير وانت قاعده في البيت يحولك رجلك. اول حاجه هتنقعي رجلك في ميه سخنه، وبعد كده هتبداي ان انت تعمليها بالحجره، وبعد كده هتجيبي كريم الباديكير ده، هنستحمل ريحته شويه، ريحته مش احسن حاجه بصراحه، تمام، وهتحطيه على رجلك وتفرديه بالشكل ده. وبعد كده انا وريتكم كام خطوه من اللي انا عملتهم. وبعد كده هتلفي رجلك بكيسه، عشان كده انا جبت كيسه اهي، او لو عندك الاسترتش بتاع الاكل ده لمده ربع ساعه، تمام. طبعا قبل ما تبقي قبلها بتبقي حاطه رجلك في الميه زي ما قلت، وتسيبيه كده في الكيسه. وبعد كده تجيبي المبشره دي، اسمها مبشره، المهم يعني ان انت تعملي رجلك تبشريها كده بقى، هينزل لك كل الجلد الميت. وده كان النهايه بعد لما غسلت رجلي منه. بصوا يا جماعه رجلي بقت منوره. وتعالوا بقى نكمل بقيه الباتيكير، ونحط من زبده الجسم اللي انا وريتها لكم الاولانيه دي، زي ما قلت لكم هنحتاجها في اخر الفيديو، نحطها بقى على الرجل. بصوا انا رجلي اتبسطت جدا جدا جدا، وحسيت ان انا عملت باديكير كامل من اللي بعمله في اي بيوتي سنتر بره، بس وانا في البيت بالكريم بتاع الباديكير ده. ريحته مش قد كده بصراحه، بس كان مفعوله تحفه، بيعمل تقشير كده للرجل، وبيشيل كل الجلد الميت، وبيخلي لك رجلك منوره. ولو عندك تشققات قولي لها باي باي مع كريم الباديكير ده، وبعديها تحطي زبده الجسم. بجد اتبسطت جدا جدا من المنتجات، بنصحكم كلكم ان انتوا تجربوها. اسعار حلوه جدا، خامات حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان يعني كمان اكتر حاجه عجباني ثبات الروايح. لازم كلكم تجربوا المنتجات دي من اللينك اللي فوق.